السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ فيديو النهارده هنكمل مع بعض سلسله البلاي ستيشن 3. في الفيديو اللي فات اتعلمنا ازاي نحمل العاب البلاي ستيشن 3 على البلاي ستيشن 3 بتاعنا، سواء كاستم فريم وير او هايبر فريم وير مع الهن. في حلقه النهارده هنتعلم ازاي نشغل العاب البلاي ستيشن 2 على البي اس 3 بتاعنا، سواء انت عندك الكاستم فريم وير متحمل على البي اس 3 بتاعك او محمل الهن مع الهايبر فريم وير. الطريقه مختلفه شويه في الحالتين. لو انت معاك الهن هنشتغل بطريقه معينه، لو انت عندك الكاستم فريم وير هنشتغل بطريقه معينه، وفي طريقه ثالثه تشتغل على الاثنين مع بعض من غير اي مشاكل. فالنهارده هعلمك كل الطرق وازاي بتشغل الالعاب بتاعه البي اس 2 على البي اس 3 بتاعك. فتعالى اقول لك تتعمل ازاي، ولكن قبل ما تيجي معايا ما تنساش لو الفيديو عجبك تديني لايك على الفيديو وسبسكرايب على القناه وشير الفيديو ده مع اصحابك علشان الناس كلها تستفيد. ولو حابب تدعمني عندك لينك الباي بال في الديسكربشن او الشركه عندي في القناه. لو اشتركت عندي في القناه هتلاقي فيديوهاتي اول باول اللي بتعملها ابلود بتظهر لك انت اول واحد تتفرج عليها، ومش هتستنى السكادجول الاسبوعي اللي هو العادي بتاع الحلقات بتاعتي بتاعت كل اسبوع. وعشان ما نلغيش كتير تعالى اقول لك تتعمل ازاي. طيب، على الكمبيوتر يا شباب محتاجين بعض البرامج يا شباب. خلاص، طبعا البرامج دي بتفرق على حسب انت هتحمل بانهي طريقه، ولكن انا هنحمل الاول بس كل البرامج اللي احنا هنحتاجها الاول، وبعد كده واحنا شغالين في الشرح شوف انت عايز تحمل بانهي طريقه وانت هتعرف هتحمل انهي برنامج من البرامج دي. اول برنامج معانا يا شباب اللي هو حاجه اسمها البوب اف اي 2. خلاص، ده هنا برنامج هنا هننزله هنا من الزيب فايل ده من الجيت هاب، رايت كليك وداونلود. طبعا انا اوريدي اصلا منزله فمش هنزله من جديد. البرنامج ده يا شباب بيستخدم ان انت بتحول الايزو فايل بتاعه البلاي ستيشن 2 بتحولها لباكج فايلز بتتحمل كانها برنامج عادي جدا او لعبه من نوع باكج فايلز، بتحملها عندك على البي اس 3 بتاعك بتشتغل مفيش اي مشكله. والطريقه دي بتشتغل على الناس اللي عندها الكاستم فريم وير او الناس اللي عندها الهين مع الهايبر فريم وير. فمحتاجين البرنامج ده علشان نحول بي اس 2 ايزو لباكج فايل. طيب، البرنامج الثاني يا شباب هو مش برنامج، هو عباره عن ملف احنا محتاجينه علشان نشغل البرنامج الاولاني ده. خلاص، البرنامج الاولاني ده لما نيجي نشغله هيديك ايرور في ملف معين، فالملف ده موجود هنا يا شباب، فهننزله من هنا كده هنلاقي اسمه الاس سي اي في ام سي 0 مش عارف كذا كذا. طيب، ده هيتعمل له داونلود ازاي؟ بنخش كده بالماوس كده يمين خالص عند الثلاث نقط دول، بندوس هنا كده وندوس على داونلود. تمام، هيعمل لنا داونلود الملف عباره عن 8 ميجا. هنداونلوده مفيش اي مشكله. تمام. تالت حاجه يا شباب برضو صفحه الويب مان مود بتاعتنا اللي احنا عارفينها كل مره، ولكن طبعا مش هننزل الويب مان مود، كده كده اوريدي اصلا محملينه عندنا ولكن بننزل تحت كده يا شباب وبنحمل هنا يا شباب ملفين. بنحمل هنا ملف البيس 2 كونفيج باكج فايل، وبنحمل البيس 2 كلاسيك لانشر. طبعا يا شباب بالنسبه للبيس 2 كونفيج ده لازم محتاجينه بالنسبه للكاستم فريم وير وبالنسبه للهايبر فريم وير مع الهنا، ولكن البيس 2 كلاسيك لانشر ده بس احنا محتاجينه في حاله الهايبر فريم وير مع الهن. يعني لو انت عندك الهايبر فريم وير مع الهن جهازك انت عامله بنظام الهن، فانت لازم بتنزل برضو البي اس 2 كلاسيك لانشر. لو انت كاستم فريم وير فما فيش داعي تنزل البي اس 2 كلاسيك لانشر ده، علشان خاطر الكاستم فريم وير بيشغل الالعاب البي اس 2 دايركت على طول من غير ما يحتاج لانشر او البي اس 2 كلاسيك لانشر ده. طيب، فانا اوريدي منزل الاثنين دول، مش نازلهم من جديد. انت بكل بساطه سيف لينك از للكونفيج وسيف لينك از للبي اس 2 كلاسيك لانشر. تمام، بالشكل ده. الحاجه يا شباب الثانيه الاوبشنال تعتبر اوبشنال برضو، لو انت حابب ممكن تنزل الكفرات يا شباب، كفرات البي اس 2 والبلاي ستيشن 1. احنا اوريدي في حلقه البرامج الاساسيه نزلنا الكفرات بتاعه البي اس 3. في حلقه النهارده لو انت عايز الكفرات بتاعه البي اس 2 مفيش مشكله، ممكن تعمل داونلود للملف ده ملف باكج فايل عادي جدا، سيف لينك از والداونلود باكج فايل مفيش اي مشكله. تمام، فده بالنسبه للبي اس 2 كفرز. انا بالنسبه لي يا شباب البي اس 2 كفرز يا شباب انا كده كده بنزلها من على النت كفر عشان انا الالعاب بتاعتي بتاعت البي اس 2 مش كتيره قوي خلاص، فبنزلها من على النت. الكفر اللي انا بحتاجه بنزله وبحطه على اللعبه على طول. اقول لك برده بتتحط ازاي وازاي بيظهروا على البي اس 3 عندي. تمام. طيب، ده كده بالنسبه للصفحه دي يا شباب. اخر حاجه يا شباب برده حاجه اوبشنال، ده يا شباب ملف برده البي اس 2 كفرات، ولكن الكفرات في حاله لو انت هتحول اللعبه البي اس 2 لباكج فايل. لما تيجي تحول لعبه البي اس 2 لباكج فايل باستخدام البرنامج الاولاني ده يا شباب اللي احنا نزلناه في الاول، فبيكريت لك الكفرات يا شباب. فعشان خاطر يا شباب يظبط لك الكفرات وينزلها لك ممكن بتنزل الملف ده اوبشنال برده. لو انت مش عايزه ممكن الكفرات كلها بتنزلها مانيوال من على جوجل او اي حاجه، وفي البرنامج بتقول له تختار، تقول له مثلا انا عايز الكفر وعايز الايقونه وعايز مش عارف والكلام ده كله خلاص. فده برده براحتك انت اختياري. الملف ده برده هتلاقي اللينك في الديسكربشن في الاركايف.org. لو اللينكات مش ظاهره عندك بالشكل ده اللي انت ممكن تدوس عليها كليك، يبقى لازم تعمل اكونت على الاركايف.org. بعد ما تعمل اكونت عليه عادي جدا رايت كليك وبعد كده بتدوس
بتدوس على سيف لينك از وايه وبتداونلود. طبعا الملف ده كبير شويه جيجا بوينت 8 عشان ده فيه كل الكفرات بتاعه البي اس 2 بتاعه كل الالعاب. فبتداونلود يا شباب ايه ملف الارت دون لو انت محتاج الكفرات تكون طبعا ايه في الباكج فايل. تمام. طيب انا اوريدي اصلا محمله فايه مفيش داعي احمله من جديد. فدي يا شباب بالنسبه ايه للداونلودز. طيب انا اوريدي يا شباب هنا ايه عامل داونلود خلاص الحاجات دي كلها. لو دخلنا هنا في الباكج فايل يا شباب هنلاقي ايه البي اس 2 كلاسيك لانشر والبي اس 2 كونفيج ايه الباكج فايلز. وبالنسبه للبي سي 2 يا شباب عندي هنا البوب اف 2 ده بتاع تحويل الباكج فايل، وده الملف السبورت بتاعه، وده ايه الارت اللي هي ايه الصور او الكفرات اللي هو هيستخدمها الباكج فايل ده ان هو يعمل الكفرات. وبالنسبه لشغل الالعاب انا هنا عندي الالعاب بتاعتي اللي انا منزلها، انا عندي 4 العاب: كونان، درايفر 3، نيد فور سبيد اندر جراوند 2، وسيمسون هيت اند رون. الالعاب دي كلها ايه يا شباب ايه ايزوهات. خلاص عاده البي اس 2 يا شباب بيبقى ايه العاب نوعها ايزوهات. علشان كفر اللعبه يا شباب يظهر مع الايزوهيه فلازم يبقى الاسم بتاع الايزوهيه هو نفس الاسم بتاع ايه الكفر. خلاص بالشكل ده زي ما انت كده شايف الاسمين نفس الاسم، ولكن يختلف طبعا ايه الدوت جي بي جي او الايه الدوت ايزو. تمام بالشكل ده لو خدت بالك هتلاقي الاسم ايه واحد، ولكن طبعا اختلاف الايزو واختلاف ايه الايه الجي بي جي. تمام. طيب اول حاجه يا شباب تعالوا نشوف الطريقه بتاعت اللي هي بتشتغل مع كله، اللي هي ان احنا بنحول البي اس 2 ايزوهايه بنحولها لايه الباكج فايل. خلاص في الطريقه دي يا شباب بنستخدم طبعا ايه الكمبيوتر. نيجي هنا عند البي سي تولز ونفك الضغط على البوب 2 اف 2 ده يو اي، رايت كليك واكستراكت هير سواء بالوينرار او بال7 زب مفيش اي مشكله. تمام. بعد ما ينزل كده يا شباب طبعا ملف يا شباب السبورت ده طبعا يكون معاه في نفس الفولدر كده زي ما انت شايف كده، وملف الارت يا شباب بكل بساطه في نفس المكان برده، رايت كليك وايه واكستراكت. هياخد وقت شويه يا شباب طبعا عشان خاطر ده ايه هو يعتبر ملفات صغيره كتيره بياخد وقت شويه يعني. سيبه براحته خلاص لما يخلص كده يا شباب. خلاص ايه بعد ما خلص فك الضغط فكده ايه احنا جاهزين نشغل ايه البرنامج. طبعا الملف ده والملف ده طبعا احنا مش عايزينهم فممكن ايه نمسحهم مفيش اي ايه مشكله. هنا يا شباب البرنامج ده يا شباب بيشتغل ازاي بقى؟ دي كده يا شباب عند الايقونه دي بوب اف اي 2 بي اس 3 دبل كليك عايزين نشوف كده ايه بالشكل ده. فبنعمل ايه هنا يا شباب؟ طبعا هنا بيقول لك ايه عايز يحمل حاجه معينه حاجه خاصه بالبايثون وبتاع، انت مش مشكله عادي كده هو ايه بيشتغل من غير اي حاجه يعني. خلاص فبتعمل ايه يا شباب؟ هنا يا شباب كده ايه عند الديسك هنا يا شباب بتدوس هنا كده وبتختار ايه الديسك ايه بتاعك. انا هنا عندي ايه في البي اس 2 عندي هنا في الجيمز نختار مثلا يا شباب ايه سيمسون هيت اند ران. نيجي كده ايه ايزوهايه نختار كده ايه الايزوهايه. تمام. هو ايه قراه هنا زي ما انت شايف، يقعد شويه سيبه شويه بيحاول يقرا ايه الداتا وبيحاول يجيب الصور. تمام. هو كده يا شباب خلاص ايه جاب الصور الكفر والايقونه وايه والباك جراوند ايه زي ما انت كده ايه شايف. هنا ايه ده ساوند ده لو انت عايز صوت هو جايبه من اليوتيوب مفيش اي مشكله. المانوال هو ما لقاش فايه مش مشكله نان. وده طبعا الاسم هتبقى ايه بالشكل ده. هنا يا شباب ايه تختار المكان اللي انت عايز ايه الباكج فايلز تسيف فيه. انا مثلا هقول له ايه حطها لي عندي في الجيمز كده ايه بره. خلاص سيلكت فولدر. وهنا في الجيمز انا هاخد كده ايه الاسم ده كده عشان خاطر ايه بدل ما اكتبه من جديد اخده كده كوبي واجي هنا ايه عند الباكج فايل واختار اسمه واقول له الاسم كده زي ما انت شايف ايه دوت بي كي جي بس. وبكل سهوله يا شباب بتدوس على كرييت باكج. لو انت عندك اللعبه مثلا اسطوانتين او حاجه فانت ايه بتدوس على الزرار ده وبتختار ايه الاسطوانه الثانيه لو اللعبه اسطوانتين يعني. خلاص مفيش اي ايه مشكله. نيجي هنا يا شباب بندوس على كرييت باكج فايل بندوس هنا كده هتلاقي هنا على شمال يا شباب ايه شغال زي ما انت شايف بيكريت لك ايه الدنيا وبيحولها لك لباكج فايلز. هيقعد شويه سيبه لغايه لما يخلص براحته. ممكن تلاقي الدنيا معلقه شويه انت تحس ان هي ايه الصفحه معلقه ولكن هي مش معلقه. استنى شويه هو شغال في الخلفيه. خلاص استنى كده لما يخلص واقول لك يبقى شكلها عامل ازاي. بس الشباب كده ايه زي ما انتم شايفين خلاص ايه خلص وجاب لي ايه فينيش كرييتنج باكج فايل. دوس على ايه كونتينيو كل حاجه هتصفر زي ما كانت. ممكن بعد كده ايه نقفل الكلام ده مفيش اي ايه مشكله. كده نرجع كده باك تاني على الجيمز هنلاقي عندنا ايه عمل الايه الدوت باكج فايل. طبعا يا شباب ايه الباكج فايلز خلاص كده اتكريت وكده هو خلاص جاهز ان احنا ننقله على البي اس 3 وايه ونحمله. تمام كده يا شباب الطريقه دي الطريقه اللي بتشتغل على الكاستم فريم وير والهايبر فريم وير مع الهن بتشتغل مع كل حاجه بالباكج فايل ده بتحطه عندك على الجهاز وبتحمله سواء عن طريق فلاشه او تنقله في الايه في فولدر الباكجز عن طريق الاف تي بي او حاجه زي كده. بتحمله عادي جدا زيه زي اي برنامج هيشتغل معاك من غير اي ايه مشاكل. هوريك الكلام ده بالظبط ولكن في اخر الفيديو. بالنسبه يا شباب بقى ايه للطريقه اللي انت ايه ممكن بتقرا بيها الايزوهايه دايركت على طول من غير ما تحولها الباكج فايل زي كده. طبعا الطريقه دي يا شباب بتختلف من لو انت عندك الهن او لو انت عندك الكاستم فريم وير. هقول لك برده زي لو انت عندك الكاستم فريم وير هتعمل ايه او لو انت عندك ايه الهن مع الهايبر فريم وير هتعمل ايه. اول حاجه يا شباب عشان ننقل الالعاب دي في طريقتين، يا اما تنقلهم عن طريق فلاشه او تنقلهم عن طريق الايه الاف تي بي. انا هنا يا شباب عندي ايه الاف تي بي فاتحه هنا عندي على البي سي. انا يا شباب هنا رابط البي اس 3 عندي بكابل اللان على طول دايركت على ايه اللابتوب. فانا هنا عندي ايه في الهارد ديسك 0 يا شباب. بنخش هنا عندي فين يا شباب؟ خش هنا عندي على فولدر البي اس 2 ايزو. فولدر البي اس 2 ايزو يا شباب ده اللي بنحط
فيه الايزوهات بتاعه البي اس 2. هنا يا شباب ايه هتختلف شويه الحوار. خلاص بالنسبه للناس اللي عندها كاستم فريم وير، فانت تقدر بكل بساطه بتحط اللعبه بالفولدر بتاعها. يعني انا مثلا هنا عندي ديتكتيف كورن مثلا، المحقق كورن مثلا دي اللعبه بتاعته، اقدر اخدها كده بالفولدر بتاعها وايه وانقلها كده في ايه في فولدر البي اس 2 من غير اي مشاكل. خلاص طبعا ايه الفولدر زي ما انت شايف يا شباب بيبقى فيه ايه الصوره ويبقى فيه ايه الايزوهيه، مفيش اي مشكله. ده بالنسبه يا شباب ايه للناس اللي عندها الكاستم فريم وير. طيب لو انت عندك الهايبر فريم وير والهن، لو انت عندك الهايبر فريم وير وشغال بالهن يا شباب، فالالعاب ما بتتقراش من الفولدر كده يا شباب على طول، لازم تبقى الالعاب يا شباب ايه بره خالص على الروت. بمعنى يعني لو انت مثلا عندك الهن والهايبر فريم وير، فانا مثلا عندي لعبه زي دايفر 3 كده، فدي انا باخد ايه باخد الملفين دول تمام وبنقلهم كده ايه بره على طول. خلاص ما بحطهمش في فولدر. خلاص يعني انا هنا عندي ايه كورنر انا حاطه في فولدر عشان ايه تخلي دي مرتبه يعني. خلاص تمام. لو انت كاستم فريم وير مفيش اي مشكله، انت كده ايه تمام. لو انت هايبر فريم وير لا حطها بره، ماشي حطها ايه بره، هقول لك ليه قدام. خلاص فده كده ايه بالنسبه ايه للنقل من عن طريق الاي اف تي بي. طيب لو انت عندك عاوز تنقل عن طريق الفلاشه يا شباب تعمل ايه؟ انا هنا يا شباب عندي فلاشه دي طبعا لازم تبقى فات 32. خلاص فنوصلها كده عندنا على الكمبيوتر. فعلى الكمبيوتر يا شباب عندنا هنا كده ايه الفلاشه، اتاكد ان هي فات 32، نبص كده على البروبرتيز هي فات 32. فبنعمل ايه يا شباب؟ بنفتح كده الفلاشه وبنكريت هنا فولدر اسمه بي اس 2 ايزو بالكابيتال بالشكل ده كده زي ايه زي ما انت شايف كده يا شباب، وبتخش يا شباب جوه الفولدر ده كده وبتحط فيه الالعاب ايه بتاعتك. طبعا زي ما قلنا برضو قبل كده هي لو انت عندك لعبه دوت ايزو، لو انت عندك كاستم فريم وير فانت بتحطها على طول ايه دايركت كوبي بيست كده يا شباب ايه مفيش اي مشكله. لو انت عندك الهن والهايبر فريم وير فطبعا ايه بناخدها كوبي ملفات كده دايركت مره واحده كده ايه كوبي ايه نحطها هنا ايه بيست كده بالشكل ايه بالشكل ده. انا عشان نقلت درايفر سي مثلا هنا عندنا بالاف تي بي، فانا ايه المره دي هنقل ايه سيمسون هنقلها بايه بالفلاشه، رايت كليك كوبي ونيجي هنا في الفلاشه بره خالص وندوس على بيست بالشكل ده كده. خلاص يا شباب بعد ما الكوبي خلص زي ما انت شايف ايه عندنا في الفلاشه الملفات الخارجيه اللي بره دي للناس الشباب اللي عندها الهن. ركز معايا، الناس اللي عندها كاستم فريم وير ممكن تعملها بره عادي وممكن تعملها ايه في فولدر. انا طبعا بيستحسن تعملها ايه في فولدر عشان تبقى الدنيا ايه منظمه. نفس الكلام برده ايه في الاف تي بي، لو انت بتنقل عن طريق الاف تي بي لو انت عندك الهن الحاجه برده تبقى كلها بره في فولدر البي اس 2 ايزو، او لو انت عندك الكاستم فريم وير فانت هتشتغل ايه بالفولدرات. طبعا لو انت حطيتها بره برده هتشتغل مفيش اي مشكله لو انت عندك كاستم فريم وير بتشتغل في الحالتين يعني. خلاص ولكن طبعا ايه كفولدر تبقى الدنيا ايه مرتبه شويه يعني. فده بالنسبه ازاي تكبر الايزوهات على البي اس 3 بتاعك. حاجه اخيره برده قبل ما نوصل الفلاشه على البي اس 3 ننقل برده ايه البرنامجين اللي احنا نزلناهم وكمان اللعبه الباكج فايلز عشان اوريك ازاي بتتحمل على ايه الجهاز. فانا هنا عندي الباكج فايلز الاثنين اللي احنا نزلناهم الكونفيج والبي اس 2 كلاسيك لانشر، ناخدهم كده ايه كوبي نيجي كده على الفلاشه بيست مفيش اي مشكله. نرجع كده تاني ناخد اللعبه اللي احنا حولناها الباكج فايل رايت كليك كوبي على الفلاشه برده وايه وبيست كده. شوف خلاص بعد ما نقلنا كل الباكج فايلز وكده الفلاشه جاهزه تمام كده ايه ممكن نشيل الفلاشه ونرجع تاني على ايه البي اس 3. على البي اس 3 يا شباب بعد ما وصلنا شباب الفلاشه على البي اس 3 بنخش هنا على الايه الباكج مانجر، نخش على الفلاشه ونحمل البي اس 2 كونفيج. ده طبعا البي اس كونفيج ده لو انت عندك الكاستم فريم وير او لو عندك الهن، في الحالتين انت لازم بتحمل البي اس 2 كونفيج ده. فبتحمل ده كده زي ايه زي ما انت شايف كده بالظبط. ده بيبقى فيه يا شباب ايه كل الكونفيج فايلز اللي البي اس 2 جيمز محتاجاها ان هي تشتغل على البلايستيشن 3 بتاعك. تمام يا شباب ده كده ايه بالنسبه للبي اس 2 كونفيج. خلاص طبعا هو مش هيظهر هنا كبرنامج ولكن هتلاقيه فين؟ هتخش هنا فوق على الجيم يوتيليتي هتلاقي هنا البي اس 2 كونفيج داتابيز هو ايه بيتحمل هنا كده ايه مع نفسه. طبعا يا شباب بعد ما نخلص تحميل البي اس 2 كونفيج ايه بتحمل البي اس 2 كلاسيك لانشر، ولكن لو انت عندك الكاستم فريم وير فما فيش داعي تحمله. لو عايز تحمله مفيش مشكله عادي زي الفل، لو مش تحمله برده ايه مفيش مشكله كل حاجه هتشتغل معاك زي الفل. طيب انا هنا عشان نجرب الاول على الكاستم فريم وير فانا مش هحمله الاول وهنسكيب وهنخش تحت هنا على لعبه سيمسون هيت اند ران اللي احنا ايه حولناها لايه الباكج فايل. لو خدت بالك هنا هتلاقي عندك الرينيم انا مغيره علشان الرينيم الاولاني كان فيه مسافات في النص فكان مش ظاهر هنا كويس عندي هنا ايه فما كانش عايز ايه يظهر ان هو يتحمل يعني. فقمت موصله تاني بالكمبيوتر وعامل رينيم ومخلي الرينيم كده ايه قصير. بعد ما عملت الرينيم كده يا شباب وصلتها تاني بالبي اس 3 ودلوقتي ايه بقت ظاهره مفيش اي مشكله. كده نجرب ايه نحمل لعبه سيمسون اللي احنا حولناها من ايزوهايا بي اس 2 ايزو ل بي اس 3 باكج فايل. طبعا طريقه الباكج فايل دي يا شباب زي ما قلنا قبل كده هي بتشتغل على الكاستم فريم وير وبتشتغل على الهن والهايبر فريم وير مفيش اي مشكله، بتشتغل على الاثنين ايه واحد. لو انت العاب البي اس 2 بتاعتك مش كتيره قوي فانت ممكن بتعمل ايه الالعاب اللي انت عايزها سواء الثلاث اربع العاب اللي انت عايزهم هتلعبهم يعني حولهم كلهم باكج فايل عشان تريح دماغك وايه وتحملهم كلهم على الجهاز مفيش اي مشكله. كده يا شباب خلاص بعد ما حملنا الباكج فايلز بتاع لعبه البي اس 2 اللي احنا حولناها نرجع كده ورا باك تاني يا شباب هنلاقيها ايه ظهرت عندنا تحت كده ايه بالشكل ده تمام. طيب
لو عايز تشغل اللعبه اللي هي دوت باكج فايلز فحرفيا كده زيها زي اي لعبه عادي ايه بتشغلها بالشكل ده. اوتوماتيك بيعمل حاجه اسمها سوفت ريبوت، هتلاقي عندك الكنترولر طفى تمام، وهيخش على الانفايرمنت بتاعه البي اس 2 بالشكل ده. فانت ايه كل اللي عليك تعمله بس بتشغل الكنترولر مره ثانيه. هو هنا هيقول لك دوس على زرار البلاي ستيشن، فكده ايه الكنترولر شغال، وكده ايه اللعبه زي ما انت شايف ايه الدوت باكج فايل شغاله مفيش اي مشكله تمام. لو انت عندك الكاستم او لو عندك الهن الاثنين هيشتغلوا بنفس الطريقه دي مفيش اي مشكله ايه بالنسبه للباكج فايل. تمام كده يا شباب ايه خلاص ايه بعد ما اتاكدنا ان الدنيا شغاله نخش كده نتاكد ان الميموري كارد برده شغال. تمام يا شباب كده ايه زي ما انت شايف اللعبه ايه شغاله مفيش اي ايه مشكله، والميموري شغال برده مفيش اي ايه مشكله. طيب كده يا شباب خلاص بعد ما اتاكدنا اللعبه شغاله فخلاص نرجع كده ايه ندوس كويت، نرجع كده بره على الاكس ام بي مره ثانيه. وهقول لك بالنسبه للالعاب العاديه اللي هي الايزوهات العاديه اللي احنا اوريدي كبرناها سواء بالاف تي بي في الفولدرات او على الفلاشه ازاي برده ايه بيشتغل. لو انت يا شباب عندك كاستم فريم وير فانت كده يعتبر خلاص تمام، مجرد بس اخر حاجه عشان خاطر تخلي العاب البي اس 2 تظهر هنا في فولدر بي اس 2 عندك، فبتعمل ايه كده كده العاب بي اس 2 عندك انت اوريدي زي ما احنا شفنا قبل كده مكبرينها عن طريق الاف تي بي، وفي منهم شويه ايه على الفلاشه. فبتعمل ايه تخش هنا كده على ايه الويب مان سيت اب وبتقول له ايه ريفرش. خلاص دي كده لو انت عندك ايه الكاستم فريم وير تمام. بعد ما نخش هنا يا شباب نخش كده على الويب مان جيمز، هنلاقي فيه فولدر اسمه بي اس 2. خلاص لو دخلنا كده هنلاقي فيه الاربع العاب موجودين. ازاي هنلاقي اللعبه اللي على اليو اس بي؟ خلاص ليه؟ عشان هو هنا بيقرا الالعاب اللي على اليو اس بي عشان هي في فولدر البي اس 2 ايزو. وخدت بالك هنا ايه يو اس بي 3 اصفار تمام. هنا شوف دي برده ايه نيد فور سبيد اندر جراوند اللي هي ايه جوه فولدر، هتلاقي جوه فولدر نيد فور سبيد اندر جراوند، فده ايه دي اللي بره الفولدر ودي اللي جوه الفولدر. خلاص بيقراها مفيش اي مشكله. وهنا درايفر 3 دي اللي هتلاقيها موجوده ايه اللي احنا قلناها بالاف تي بي في فولدر البي اس 2 ايزو، دي اللي منقوله يا شباب ايه بره مش في فولدر. وكونان يا شباب زي ما انت شايف اهو ايه في الفولدر بتاعه برده ايه مقري، وزي ما انت شايف كل واحده فيهم بايه بالايقونه بتاعتها. طبعا الايقونه دي يا شباب دي اللي ايه اللي انا حاططها مع الايزوهايه زي ما انت ايه وريت لك في اول فيديو، بيبقى كل ايزوهايه معاها الصوره بتاعتها الكفر والاثنين معمول لهم بنفس ايه الرينيم او بنفس الاسم بالظبط. ده كده بالنسبه ايه للكاستم فريم وير. فلو انت عندك كاستم فريم وير فانت كده ايه تمام زي الفل. وليكن مثلا نجرب لعبه مثلا كونان دي يا شباب اللي عندنا على الهارد بتاع البلايستيشن 3 عندنا وفي فولدر البي اس 2 ايزو. خلاص وهي ايه جوه الفولدر بتاعها مفيش اي مشكله. فايه نجرب كده نشغل كونان كده بالشكل ده، هيعمل لها ماونت يا شباب زيها زي اي لعبه تاني، وهيظهر لك الايقونه يا شباب بالشكل ده بي اس 2 فورمات ديسك. طبعا الكاستم فريم وير يا شباب انت عشان كاستم فريم وير فانت ايه بمجرد بس انك بتشغلها كده زي ما هي هيقول لك ايه عايز ياكسس او يكريت انترنال ميموري كارد. خلاص فتقول له ايه يا عم كريت مفيش مشكله عشان دي انت لسه اول مره بتشغل ايه لعبه بي اس 2 عندك على الجهاز. فكريت ايه بلاي ستيشن 2 كده كده ايه دوس هنا كده عايز بلاي ستيشن 1 او بلاي ستيشن 2 ميموري كارد فنقول له على بلاي ستيشن 2. طبعا الميموري كارد نسميها اي اسم عادي، انا كده كده خليه زي ما هو يعني اوكي مفيش اي مشكله. كده ايه خلاص هو ايه تمام اتسجل وايه وعندنا في ايه في السلوت رقم 1. طب نيجي كده يا شباب نرجع تاني ونقوم ايه نحاول نشغل اللعبه. طبعا ايه حد ممكن يسالني سؤال ليه لما جينا نشغل سيمسون هيت اند ران ما قالناش اعمل لنا كريت لنا ايه ميموري كارد؟ ليه يا شباب؟ عشان هنا في الباكج فايل يا شباب لما عملنا باكج فايل للعبه دي فهو بيحط الايميوليتور بتاع البي اس 2 بكل فايلاته بميموري كارداته كلها بيحطها في الباكج فايل، فانت مش محتاج اي حاجه خارجيه تمام. عشان كده ايه ما اسالش ليه، عشان كده كده السيف بيبقى جوه الباكج فايل نفسه بيظهر عندك فين لو انت عاوز تعرف السيف فين بالظبط على الباكج فايل ده. هنخش هنا كده يا شباب ايه هنلاقي عندنا في سيف داتا يوتيليتي بي اس 2 نخش كده هتلاقي عندنا ايه السيمسون هيت اند ران. خلاص ده كده ايه ده السيف بتاعها يعني. بعد خلاص يا شباب ما كريتنا ميموري كارد للبلاي ستيشن 2 فنرجع كده باك تاني ونقوم ايه نشغل لعبه مفيش اي ايه مشكله بالشكل ده. شغل يا باشا كده المفروض لو الدنيا ماشيه تمام كاستم فريم وير هشتغل معاك من غير اي ايه مشاكل. طبعا الكنترولر بيطفي يا شباب زي ما احنا عارفين البي اس 2 دايما بيفصل الدنيا ويفتح ثاني ايه انفايرمنت جديده فده عادي. خلاص انت بتشغل عليه كنترولر مفيش اي مشكله. طيب ده كده ايه اللعبه ايه حاليا شغاله مفيش اي مشكله تمام زي الفل. طيب شوف كده ايه اللعبه شغاله مفيش اي مشكله فنرجع تاني وندوس كويت. طيب كده يا شباب اتعلمنا ازاي نشغل لعبه بي اس 2 اذا كان نحولها لباكج فايل او تشتغل ايه دايركت على طول كايزوهايه تتحط في اي فولدر من الفولدرات زي اللي قلت لك عليها دي. فكده يا شباب انت كده ايه تمام. لو انت عندك كاستم فريم وير فانت كده ايه خلاص تمام مش محتاج تعمل حاجه تاني. البي اس 2 عندك شغال مفيش اي مشكله، وبالنسبه للباكج فايلز برده ايه شغاله مفيش اي ايه مشكله تمام. طيب من اول دلوقتي يا شباب الخطوات اللي جايه دي كلها هتبقى للناس اللي عندها الهايبر فريم وير والهن. لو انت عندك الهايبر فريم وير والهن فانت لغايه دلوقتي معايا الخطوات هي ولكن هنزود خطوات تانية زياده. نبتدي بقى ايه نبتدي شباب باول خطوه معانا. لو انت عندك الهن
بتخش على الفلاش اللي احنا موصلينها وبتحمل البرنامج اللي قلنا عليه في الاول اللي هو بلاي ستيشن 2 كلاسيك لانشر. ده لازم بتحمله لو انت عندك ايه الهند والايه الهايبر فريم وير. كده يا شباب ايه هيظهر عندنا بالشكل ده البيس 2 كلاسيك بليس هولدر. بالنسبه لشباب الايزوهات بتاعه البيس 2 الهايبر فريم وير يا شباب، عشان بس تبقى انت فاهم الدنيا ماشيه ازاي. الهايبر فريم وير مع الهند يا شباب ما بيقراش الايزوهات كده انكريبتد، لا الايزوهات لازم بتكون انكريبتد، بتكون مشفره خلاص علشان خاطر يعرف هو يقراها هنا. فانت لازم بتعمل ايه؟ فانت لازم بتعمل انكريبت للايزوهات. طيب في طريقتين يا شباب بتعمل بيهم انكريبت يا شباب للايزوهات من عن طريق البلاي ستيشن 3 نفسه يعني. اول طريقه بين المالتي مان ودي تعتبر الطريقه القديمه يعني. تاني طريقه يا شباب اللي هي ايه من الابولو سيف تول خلاص، ودي اللي احنا هنستخدمها في فيديو النهارده. تمام نفتح كده يا شباب ايه الابولو سيف تول بالشكل ده. طبعا يا شباب لازم تبقى تاخد بالك وانت اوريدي اصلا ناقل الايزوهات سواء على الفلاشه او سواء ايه بالاف تي بي. فاول يا شباب ما الابولو سيف تول يفتح معانا كده بنخش هنا يا شباب على اليوزر تولز. نخش هنا كده ننسح هنا يا شباب هنلاقي عندنا ايه؟ هنلاقي عندنا اتنين اوبشن، امبورت ان انكريبت ايزوز، وهتلاقي هنا عندك اليو اس بي وامبورت ان انكريبت ايزو وهارد ديسك درايف خلاص اللي دي البي اس 2 كلاسيك. فلو احنا دوسنا على اليو اس بي ندوس كده على سبيل المثال مثلا كده دايره، هنلاقي عندنا ايه سيمسون هيت اند ران الايزوهايه اللي انت ممكن تختارها تخليها يعملها ايه انكريبت. طيب ليه ما قراش الصوره الثانيه بتاعه نيد فور سبيد اندر جراوند 2؟ علشان النيد فور سبيد اندر جراوند 2 يا شباب احنا حاطينها جوه فولدر. تمام زي ما قلت لك قبل كده بالنسبه للهن او بالنسبه للي انت عاوز تحول تعمل انكريبت الايزوهايه، فلازم الايزوهايه تبقى في الروت دايركتوري، ما ينفعش يبقى في فولدر جوه فولدر خلاص. عشان كده هو هنا قرا دي بس وما قراش نيد فور سبيد. لو انت عايز نيد فور سبيد بتاخد ايه بتعملها كات، تطلعها من الفولدر بتاعها وتحطها ايه بره في الروت بتاع ايه الفلاش. نفس الكلام برضه لو خدنا كده بالنا، لو انا كده باك وايه وشفنا اللي على الهارد ديسك، لو دخلنا هنا كده هنلاقي ايه درايفر 3 مش هنلاقي ايه كونان. تمام ليه؟ عشان هو برضه في فولدر. طيب لو انت مثلا عايز تنقل الملفات مثلا من ايه من الفولدر من جوه الفولدر لبره الفولدر والكلام ده كله، ولكن انت مش لازم بقى تخش على الاف تي بي وتعمل بقى ايه كات وما اعرفش ايه والكلام ده من الكمبيوتر والكلام، لا انت عايز حاجه على طول ايه من بلاي ستيشن. بتعمل ايه يا شباب؟ اسهل حاجه يا شباب بتستخدم الفايل مانجر اللي موجود عندك فين في المالتي مان. هقول لك برده ازاي تستخدمه عشان خاطر ده برده انت ممكن بتستخدمه في حاجات تانيه كتير يعني مش دي بس يعني خلاص. فبنفتح كده يا شباب المالتي مان. لو انت عندك القائمه بتاعت المالتي مان مش بالشكل ده بشكل غريب تاني او حاجه، فانت بتدوس الار 1 او ال 1 هيغير شكل ايه الشاشه بتاعت الايه المالتي مان يعني. فدي برضه تاخد بالك منها لو انت ايه مثلا لقيت شاشه غريبه ايه ده فين الاوبشن وفين الكلام ده، لا فانت بتقلب الزراير اللي فوق دي فبترجع تاني لايه للصفحه ايه اللي انت ايه الرئيسيه. المهم بتيجي هنا يا شباب بتدوس على الفايل مانجر. تمام تخش كده بتدوس على الفايل مانجر وبتخش على البي اس 3 روت دبل كليك. نخش عندنا عادي على الهارد، طبعا ايه الفلاش عندنا ظاهره والهارد عندنا ظاهر مفيش اي مشكله. نخش من هنا مثلا ايه على الهارد عندنا بنخش على ايه البي اس 2 ايزو، هتلاقي عندنا درايفر 3 بره وكونان ايه في فولدر جوه خلاص. لو عايز تنقل كونان مثلا في الفولدر اللي بره عشان خاطر تحوله لو انت الهن طبعا زي ما احنا قلنا يعني وعايز تحوله لانكريبتد، فلازم طبعا ايه يتقرا، فلازم يعرف يتقرا من ايه من الروت فايل. فبتعمل ايه تخش كده دبل كليك فبناخد ايه نعلم على الايزوهايه ونعلم على الايه الصوره، نعلم على الاثنين. انت عاوز تعلم ازاي؟ بتعلم يا شباب بزرار الاكس، بتقلب بالاسهم وبتدوس بالاكس وبتحرك الماوس يا شباب بالرايت ستيك وبتحرك الويندو بالليفت ستيك عشان تبقى انت ايه فاهم يعني الدنيا ماشيه ازاي. طيب بعد ما تتعلم على دول كده يا شباب بتدوس على الدايره خلاص. الدايره يظهر لك الاوبشن بالشكل ده كده، واحنا ايه هندوس على كات، ندوس كده على كات وكده ايه ندوس تاني كده على الفولدر اللي فوق نعمل باك، نيجي كده عند الفولدر هنا وندوس على دايره وندوس على بيست. هيقول لك عايز تعمل كات للملفين، قول له ايه قول له يس قول له اه، هتلاقي عمل لك كات كل انا هحطه لك ايه بره يا شباب ايه في الروت فايل. كده احنا الفولدر ده خلاص احنا ايه مش محتاجينه مش هنستخدمه تاني، فممكن بندوس هنا نعلم عليه وبالدايره وندوس على ديليت. تمام وندوس على يس. تمام كده انت كده ايه تمام. طيب بالنسبه للفايل برضو على الفلاشه لو عايزين برضو نعمله فبنعمل ايه؟ نيجي هنا كده نرجع ورا تاني نيجي كده على الفلاشه، نيجي كده على ايه البي اس 2 ايزو. عندنا طبعا سيمسون هي ايه بره مقريه، طبعا نيد فور سبيد مش مقريه فاحنا ايه هنطلع نيد فور سبيد من جوه ونعلم كده عليها دي ودي وندوس دايره وقط. بعد كده ايه نخش تاني على الفولدر اللي فوق ده كده بتاع الباك، نيجي هنا وايه وبالدايره وندوس على بيست وندوس على يس. كده طلعنا ايه نيد فور سبيد اندر جراوند 2 من بره اللي هي اصلا ايه على الفلاش. وبعد كده الفولدر ده خلاص احنا مش عايزينه فاحنا ممكن بنعلم عليه كده وندوس على ايه ديليت مفيش اي ايه مشكله. طيب كده خلاص ايه احنا بعد خلاص ما خلصنا كل الكلام ده نرجع تاني للصفحه بتاعه المالتي مان الرئيسيه عشان ندوس ايه اكزيت، نيجي هنا وندوس على كويت. طيب كده يا شباب خلاص بعد ما اتاكدنا ان الايزوهات كلها بره في الروت فايل سواء على فلاش او سواء اللي على الهارد ديسك، فبتعمل ايه بتخش تاني على الابولو سيف تول وبتخش تاني على ايه اليوزر تولز. تخش هنا كده وتخش تحت هنا هتلاقي ايه الامبورت ان انكريبت ايزو في اليو اس بي. المفروض هتلاقي الاثنين اللعبتين زي ما انت شايف اهو. ولو عملنا باك ودخلنا على على الهارد ديسك هنلاقي برده عندنا ايه الاثنين ظاهرين مفيش اي ايه
مشكله. طيب على سبيل المثال يا شباب انا هحول لعبه واحده بس عشان خاطر ايه الوقت وعشان خاطر ايه السرعه. نحاول مثلا على سبيل المثال مثلا هنحول ايه درايفر 3، فندوس كده ايه على انكريبت درايفر 3، هيبتدي ايه يعمل انكريبشن لدرايفر 3. المفروض هيبقى اسرع شويه من ايه لو اللعبه على الفلاش. كده خليه يشتغل لغايه لما يخلص الاخر، وبعد كده اقول لك ازاي ايه بتشغلها عندك على الهن او ايه الهايبر فريم وير ايه على السيستم بتاعك. طبعا يا شباب لو خدت بالك ايه انا عندي هنا الكاميرا قطعت، فمعلش اعذرني يعني، ده ايه الموبايل فصل شحن. فمن اول دلوقتي كده لغايه اخر الفيديو يا شباب هكلمك ايه صوت بس، فايه إيه معلش يعني ايه استحمل معايا يعني. كده يا شباب خلاص بعد ما عملنا الانكريبشن على لعبه الدرايفر 3 هو سايبها عندنا في نفس الفولدر بتاع البي اس 2 ايزو في نفس المكان، مفيش اي مشكله. فبندوس على اوكي زي الفل كده، خلاص بنرجع كده ايه باك، وبنرجع كده باك تاني. حاجه كده يا شباب برضو انت لازم تتاكد ان البي اس 3 اكونت بتاعك اكتيفيتد. فانت عشان تاكتيف البي اس 3 اكونت بتاعك فبتكتبه هنا من عند اليوزر تولز من الابولو سيف تول، بتيجي هنا عند اكتيفيت بي اس 3 اكونت. فدي انت لازم بتعمل دي، لازم بتعمل دي عشان خاطر البي اس 2 الايميوليشن ايه يشتغل. فبتدوس على اكتيفيت بي اس 3، فاكتيفيت بي اس 3 اكونت بالشكل ده. هيقول لك ايه انا طبعا ايه عشان الاكونت بتاعي اوريدي اكتيفيتد فبيديني ايه ايرور ذا اكونت اوريدي هاز ايه ان اكت دوت دات. لو انت عندك الاكونت ما فيهوش فهيقول لك ايه اكتيفيتد ويقول لك اوكي مفيش اي مشكله، وهتلاقي الاكونت بتاعك ايه اكتيفيتد مفيش اي مشكله. فهيبقى عندنا ايه الاكونت بتاعك اكتيفيتد والايزوهات عندك تكون ايه انكريبتد. طبعا لو انت عندك كذا ايزوهايه فبتعملهم ايه كلهم. احنا عملنا درايفر سي فايه بنعمل المفروض ايه كونان والكلام ده كله، ولو انت عندك كذا واحده بتعمل كل الكلام ده ايه انكريبت. تمام. اخر مرحله يا شباب تيجي هنا كده ايه نطلع بره ايه ابولو سيف تول، وفي الاخر خالص عشان خاطر ما يبقاش عندك اللعبه عندك متحمله مرتين، نسخه الانكريبت والنسخه الايزوهايه العاديه، فبتمسح النسخه الايزوهايه من عن طريق الفايل مانجر من المالتي مان. فمن المالتي مان يا شباب بنخش على الفايل مانجر بالشكل ده، وبنخش على البي اس 3 روت، نخش على الهارد ديسك. احنا عندنا في فولدر البي اس 2 ظهر عندنا يا شباب ايه طبعا دي يا شباب ايه نيد فور سبيد اندر جراوند 2 اللي ما كملتش عشان خاطر دي كانت ايه بيعملها مع الفلاشه كانت بسيطه جدا، فانا بصراحه ايه ما استحملتش يعني، فايه دي مش عايزينها دلوقتي فايه نمسحها عشان مش كامله يعني. خلاص فنيجي هنا ايه نمسح دي كده خلاص تمام. وبالنسبه لدرايفر 3 انا هنا عندي درايفر 3 دي طبعا دي النسخه اللي هي دوت بن دوت اي ان سي، دي النسخه الانكريبتد دي اللي المفروض هتشتغل عندك على ايه الهن والهايبر فريم وير. خلاص فحاليا احنا مش محتاجين ايه مش محتاجين نسخه الايزوهايه، فممكن نيجي هنا ايه ويندوز ايه نمسحها عشان نوفر 3 جيجا ايه في المساحه. نيجي هنا ويندوز نمسح ويندوز على يس. خلاص كده احنا عندنا ايه درايفر 3 انكريبتد ومعاها كده ايه الصوره مفيش اي ايه مشكله. تمام. طبعا انت المفروض ايه برضو بتعمل كونان وبتعمل برضو ايه حسب انت عندك العاب عامله ازاي كذا لعبه كلهم المفروض بتعملهم بيبقى ايه بالصيغه دي اللي هي ايه دوت بين دوت اي ان سي من عن طريق طبعا ايه الابولو سيف تول. دي اسهل حاجه يعني. كده خلاص بعد ما خلصنا ايه ومسحنا الحاجات الزياده نيجي كده ايه ندوس على كويت في المالتي مان، وبنيجي يا شباب عند الويب مان جيمز وبنيجي هنا الويب مان سيت اب ونقول له اعمل لنا ايه ريفريش علشان يقرا الالعاب الجديده واللعبه الانكريبتد اللي احنا حطيناها له في الفولدر بتاع البي اس 2 اللي في الهارد ديسك بتاع البي اس 3. طيب نيجي هنا يا شباب ايه في الويب مان جيمز البي اس 2 نيجي هنا عندنا درايفر 3 هتلاقيها ظهرت عندنا. طبعا دي النسخه يا شباب ايه الانكريبتد. خلاص طبعا انت لو هايبر فريم وير وهن انت لازم بيبقى كل دول كده المفروض كلهم كده بيبقى ايه انكريبت، بس طبعا عشان الوقت انا عملت انكريبتد لايه لدرايفر 3 بس. فبتعمل ايه عادي جدا خالص زيها زي اي لعبه، بتدوس كده عليها ايه دوسه واحده كده بيعمل لها ايه ماونت زي ما انت شايف ايه على اليمين يقول لك ايه درايفر سي دوت بين دوت اي ان سي. خلاص وهنا ايه يوز بيس تو لانشر تو ايه تو لانش ذا جيم. طبعا ايه بخلاف الكاستم فريم وير فانت هنا مش هتلاقي ايه الاسطوانه ظاهره يعني انك تفتحها على طول، لا. فبتشغلها ازاي يا شباب بتشغلها من البرنامج هنا البي اس 2 كلاسيك بليس هولدر. تفتحها كده يا شباب هيفتح لك على طول اللعبه اللي انت عامل لها ايه لود. احنا عاملين درايفر 3 فالمفروض هتلاقي ايه درايفر 3 ايه اشتغل. بس يا شباب كده ايه زي ما انت شايف كده ايه اللعبه درايفر 3 شغاله بتفتح. دي كده يا شباب ايه الطريقه لو انت عندك الهايبر فريم وير والهن لازم بتعمل حوار الانكريبشن وحوار انك تاكتف البي اس 3 اكونت عشان خاطر تشغل البي اس 2 جيمز. تمام. طبعا انت ايه هنا ايه الميموري كارد مفيش مشكله يا عم اعمل ايه واحد جديد اي حاجه. تمام اوكي مفيش اي مشكله كده ايه الدنيا تمام شغاله. نجرب. تمام يا شباب زي ما انت شايف ايه اللعبه كده شغاله مفيش اي مشكله. لو انت عندك ايه الهايبر فريم وير والهن دي الطريقه اللي بتشتغل ايه بيها العاب بيس 2 عندك. تمام كده ايه خلاص بعد ايه ما خلصنا كده ممكن ندوس ايه نرجع كده اوت. طبعا يا شباب لو انت عايز تشيل اللعبه من على البيس 2 كلاسيك بليس هولدر هنا بتخش على الويب مان جيمز ويب مان سيت اب بتدوس على الايه الانماونت ديسك. خلاص كده بيشيل الاسطوانه من ايه من البيس 2 كلاسيك بليس هولدر. لو انت عندك
عندك لعبه بي اس 2 ثانيه وعايز تلعبها على طول، فبمجرد انت بتختارها من هنا بتدوس عليها فهيبدل اللعبه، بدل اللعبه اللي متسجله في البليس هولدر فهيقوم هيغيرها باللعبه الثانيه، ولما تشغل البليس هولدر تاني هيقوم شغال لك اللعبه الجديده. ده بالنسبه للناس اللي عندهم الهن والهايبر فريم وير، دي طريقه تشغيل الالعاب عندهم. حاجه اخيره برضه يا شباب عشان خاطر تبقى انت عارف، بالنسبه للالعاب اللي على الايزوهات انا هنا عندي الكاستم فريم وير، فالمفروض بتشتغل عادي، سواء بتشتغل كورن ده شغال عادي الايزوهات عاديه، او انكريبشن بتشتغل برضه عادي كده. يا شباب الكاميرا خلاص رجعت معانا الحمد لله. حاجه اخيره يا شباب برضه، معلومه اخيره بالنسبه للالعاب اللي على الفلاشه يا شباب، لو انت عندك العاب بي اس 2 على الفلاشه زي ما انا هنا عندي، لو خدت بالك عندي هنا نيد فور سبيد اندرجراوند 2 وسيمسون هيت اند ران دي على الفلاشه، نصيحه بلاش تشغل العاب البي اس 2 من عن طريق الفلاشه. ليه؟ علشان كده كده مبقاش ليها لازمه. هقول لك، لو انت جيت تشغل لعبه نيد فور سبيد اندر جراوند 2 يا شباب، دي اللي هي اصلا على الفلاشه، عايز تشغلها على البي 3 عندك، فبتعمل بسيطه جدا زي ما احنا عارفين بتشغلها كده زي ما انت شايف، وبتشغلها كده هيظهر عندك، بص فوق عندك عاملين كوبينج، فاهم؟ بيكوبير الايزوهايه للفولدر بتاع البي اس 2 ايزو البي اس 3 هارد ديسك، فلازم يخلص الكابيره الاول. عشان كده لو خدت بالك هي مش ظاهره هنا دلوقتي، ليه؟ هو عمال بيكوبير فيها دلوقتي في الخلفيه، والفلاشه عندي بتنور تطفي شغاله بيكابير في الدنيا. فبعد ما يكابير هيقوم يعمل لها ماونت، وساعتها هيكون عامل لها اصلا ماونت من على الفولدر بتاع البي اس 2 ايزو اللي جوه الهارد اصلا نفسه يعني. فاحنا بدل ما نعمل كل الكلام ده ونشغلها عن طريق الفلاشه وهو بقى يقعد بقى يكبر الحاجات دي كلها، لا احنا ممكن نكبر الكلام ده كله دايركت على طول من الفلاشه للفولدر عن طريق المالتي مان. فنفتح كده يا شباب المالتي مان، هوريك برده هو بيكبرها ازاي. في المالتي مان يا شباب هنفتح كده الفايل مانجر، بنخش كده عند البي اس 3 روت، بنخش على الهارد ديسك ونخش على البي اس 2 ايزو. لو بصينا كده هنلاقي نيد فور سبيد اندر جراوند 1 جيجا وشويه. خلاص هي اصلا مش 1 جيجا وشويه، لا هي حوالي 2 جيجا. ليه؟ هو حاليا عمال بيكبر الملف من الفلاشه زي ما انت شايف هنا كده الفلاشه. لو خدنا كده بالنا بي اس 2 ايزو هتلاقي الفلاشه اللعب حوالي 2 جيجا، هو بيكبر من الفلاشه للفولدر، فاهم قصدي فاحنا بدل ما ما نخليه هو يعملها، لا فاحنا ممكن ببساطه جدا بتاخد الحاجات اللي على الفلاشه كده كوبي، تعلم كده تعلم كده، وتقوم عاملها كوبي بالشكل ده، او كات اللي انت عايزه، وترجع تاني على الهارد تخش على البي اس 2 ايزو. لو خدت بالك بصيت بصه ثانيه كده على اندر جراوند 2 هتلاقي المساحه زادت بقت 1700، خلاص قربت على 2 جيجا خلاص. هو كده بيكبر الايزوهايه. فانت ممكن تيجي هنا وتدوس دايره وتدوس على بيست، فيكبر لك اللي انت عايزه من الفلاشه على الفولدر بتاع البي اس 2 اللي داخل البي اس 3 نفسه. وبكده انت مش محتاج تستنى الويب مان مود يخبر لك الكلام ده كله، وانت ممكن ما تاخدش بالك تفتكر ان هو معلقه مش شغاله ليه الكلام ده كله. فانا مش هعمل كوبي دلوقتي، ممكن اوريك برضو نرجع كده باك ونجرب تاني نخش على الهارد ديسك. المفروض هتلاقي اللعبه مساحتها زادت كمان شويه زياده، هتلاقي عندك بقت 2 جيجا زي ما انت شايف دلوقتي كده. خلاص كده هو خلاص خلص كبيره. ولو طلعنا بره هنلاقي المفروض اللعبه جاهزه ان هو يعمل لها ماونت. تمام. لو بصينا كده عندك على اليمين نيد فور سبيد اندر جراوند 2 لودد. خلاص فنيجي كده نقفل، هنلاقي هنا بلايستيشن 2 فورمات ديسك. دي كده نيد فور سبيد بعد ما تعمل لها ماونت وبعد ما تعمل لها كوبي على الهارد ديسك اللي على البي اس 3. فمعنى كده يا شباب الالعاب اللي على الفلاشه بمعنى اوضح انت مش بتلعبها عن طريق الفلاشه على طول دايركت، لا انت البرنامج هنا الويب مان مود بيكبرها لك الاول في الفولدر، وبعد كده بيشغلها لك من عن طريق الفولدر ده. وعشان نتاكد لو دخلنا كده على الويب مان سيت اب وقلنا يعمل لنا ريفرش، المفروض هتلاقي فيه نسختين من نيد فور سبيد اندر جراوند 2، نسخه اللي على الفلاشه اوريدي والنسخه اللي هو كبرها على الفولدر اللي في داخل البي اس 3 بتاعنا. فلو دخلنا كده بعد ما عمل ريفرش على ويب مان جيمز هتلاقي هنا نسخه الهارد ديسك درايف، نسخه الفلاشه اصلا مش موجوده خلاص، هو شالها. طبعا انت ما فيش صوره عشان هو مش مكبر الصوره، هو مكبر بس الايزوهيه زي ما هي. فدي برده معلومه ليك عشان تبقى انت عارف. لو انت طبعا عايز الصوره تتنقل او لو عايز يبقى فيها الصوره طبعا من عن طريق المالتي مان، نفس الكلام زي ما احنا عارفين، بتخش تاخد الصوره كوبي تحطها عندك في نفس الفولدر بيست، مفيش اي مشكله، نفس الرينيم زي ما قلنا قبل كده كذا مره. وبكده يكون انت كده خلصت بالنسبه للبي اس 2. وبكده يا شباب يكون اتعلمنا ازاي نشغل العاب البي اس 2 عندنا على البي اس 3 بتاعنا، سواء عندك كاستم فريم وير او لو عندك الهن مع الهايبر فريم وير، ازاي بتشغل دي وازاي بتشغل دي. وتعلمنا ازاي نحط الايزوهات، وازاي بالنسبه للهن نعمل لها انكريبشن، وازاي نشغلها دايركت على طول من عن طريق الويب مان مود لو انت عندك كاستم فريم وير، او تشغلها على طول من عن طريق الويب مان مود برضو ولكن عن طريق برنامج البليس هولدر لو انت عندك الهن مع الهايبر فريم وير. لو يا شباب استفدت الفيديو بتاع النهارده يا شباب ما تنساش تديني لايك على الفيديو وسبسكرايب على القناه وشير الفيديو ده مع اصحابك عشان الناس كلها تستفيد. ولو حابب تدعمني يا شباب لينك الباي بال هتلاقوه في الديسكربشن، والاشتراك في القناه يا شباب. لو اشتركت معايا في القناه يا شباب اي فيديو هيتعمل له ابلود يا شباب هيبقى انت اول واحد تتفرج عليه. اشوفكم يا شباب ان شاء الله الفيديو الجاي، مع السلامه.